تشتغل على السوشيال ميديا اكتر. مفهوم، تمام. احنا عندنا الفتره اللي جايه من هنا لغايه يوم الجمعه محتاجين ان احنا نكون شغالين 24 ساعه. عاوزين نستغل السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او اليوتيوب او تويتر في حساباتك الرسميه او الحسابات اللي احنا شارينها لك ان انت تبتدي تشتغل عليها الفتره اللي جايه. يعني اخش مثلا اكتب تويته مثلا على تويتر، اخش اكتب مجموعه تويتات. ظبط زي ما انت عاوز، دي قصتك بقى، هتشتغل ازاي دي قصتك. ولا مثلا عايزيني مثلا اعمل حلقه على اليوتيوب؟ اسمعني، دي مش بتاعتي. تشتغل او تحط ايدي مش بتاعتي، انما انا هقول لك التوجه العام وانت تشتغل عليه. تمام. بص انا عاوزك اليومين الجايين هتستغل اتكلمنا فيها دي الكونتات اللي انت الرسميه بتاعتك غير الرسميه في ان انت تشتغل على تسخين الناس اكتر الفتره اللي جايه، عشان احنا عاوزين يوم الجمعه يكون قدرنا نعمل اكبر قدر ممكن من الحشد. وانت عارف اصلا الناس سخنانه الفتره دي، فبالتالي اقل حاجه تقدر ان انت من خلالها تولع الدنيا. ده السيناريو يعني اللي احنا عايزين نمشي عليه يعني. بالظبط. احنا عاوزينك تعمل حلقه سريعه كده، وانا هبعت لك شويه حاجات على الواتساب، مش عارف المفروض ان خالد بعتها لك. تبص عليها كده وتشوف محتواها. هو صن وصلت لك؟ طب بص عليها وانا معاك، بص عليها وانا معاك. دي فيلا دي استراحه المعموره. احنا عايزين نشتغل على قصه القصور الرئاسيه والفيلا. لا دي مش استراحه المعموره خالص. دي استراحه المعموره خلاص، ابن عمرو اديب حرقها وخلاص فيلم حمضان. انا عاوز دي هنعرف انها الفيلا بتاعت العالمين. تمام. هو احنا مؤمنين بقينا جامدين قوي كده، بقينا نجيب الحاجات القصور بتاعته. مش بيقول عليه ابن قصور، خلي الشعب يشاركوا في القصور، خليه يولع فيه وفي نفسه. بس هي دي القصور بتاعته فعلا؟ خلاص بتاعته بقى ولا مش بتاعته مش قصتنا، المهم ان اتعرض والناس تولع فيه وفي القصور اللي فيه. هو ابن حلال ويستاهل كل خير. طيب المهم دلوقتي اشتغل عبد الله على القصه دي، عاوزين الحلقه دي تبقى قويه، تعمل جرعه احباط كبيره للناس، وكل اللي يشوفها يبقى عاوز يولع في نفسه ويولع في البلد ويولع في السيس. دي سيبها لنا، دي انا هعرف اظبطها، دي مش اول مره يعني، ما تقلقش. طيب خلي بالك عبد الله من نقطه مهمه جدا، المره دي لازم كل الجهود تبقى مكثفه وكلها متجهه لتارجت واحد، لان المره دي لو ما صابتش خلاص بقى كده ضعنا كلنا. ما حدش عارف الفرصه اللي زي دي ممكن تتكرر تاني. خليك معايا يا عبد الله ثانيه واحده. ومحدش عارف الفرصه دي ممكن تتكرر تاني ولا لا. ايوه والله مظبط كده، الله يخليك، لان الناس طول ما هي احنا عاوزين وزارات يوم الجمعه تكون في اوجهها يعني، والناس الله يخليك يا عبد الله بقى عاوزين ايه في الفيديوهات دي ندعو الناس بقى اللي تابعنا اللي قاعدين ينادوا بنصره الدين ونصره القصص بتاعتكم دي، ايه الناس تنزل والناس تشارك، لان المره دي يا طابت يا خابت الناس اللي قاعده على تنزل الشارع. انت يا باشا هتشوف الحلقه وانت هتكلمني بنفسك. خلاص.